انا جيت. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده تاني فيديو ليا في المصيف. صورت لكم من اول ما نزلت خالص، من اول اليوم ده كان الساعة 5 الصبح. صورت لكم من اول يوم ما ابتدينا، من الساعة 5 الصبح لحد اخر النهار، يعني مش اخر النهار كمان، لا لحد اخر الليل. عشان بس ابدا لكم اليوم معاكم من اول اليوم. زي ما انتم شايفين كده، احنا كنا لسه في الشقه ونازلين. احنا كنا واخدين الشقه الدور السابع. آه، فالسلم عالي بصراحة، يعني طلوع السلم احنا ما كناش بنطلع الا مرة واحدة، يعني لو طلعنا ما بننزلش الا اخر النهار على الخروج. يعني لو رحنا البحر الصبح ما ننزلش الا اخر النهار، لان السلم عالي قوي وما فيش اصلا اسانسير في العمارة ولا اي حاجة. وفي ناس كمان فوقنا، يعني في ناس جايين معانا برضو في الفوج اللي معانا فوقنا. فزي ما انتم شايفين كده، انا صورت لكم وانا نازله. وبعد كده احنا نزلنا رحنا على البحر. كانت الساعه 5 الصبح. انا قلت لكم الفيديو اللي فات انا ما بحبش اروح البحر الا الصبح بدري قوي، عشان الشمس ما تجيش، ما تكونش نزلت، لان انا ما بقعدش في الشمس نهائي. حتى تبصوا تلاقوا ما فيش حد ماشي في الطريق خالص، عشان كان الجو بدري قوي والجو ساقع. وشهر 8 ده غير شهر 7 وغير شهر 6، بيبقى الجو لسه حر. اما في شهر 8 ده بيجي عليك الوقت الصبح بدري واخر النهار الجو تحسي ان هو في لسعة برد كده. كنا احنا ماشيين الصبح بدري قوي. يعني بصوا، دي ممشى بتوديكي على البحر، انا مصورها لكم كلها، هي ما فيش حد ماشي خالص. بس لما رحنا البحر في ناس برضو، بس مش كتير زي ما بتكون رايحه الساعه 10، رايحه الظهر، رايحه العصر. لا، بيبقى البحر فاضي شويه. وغير كمان شهر 8 ده ما بيبقاش في ناس كتير قوي زي ما بيكون في شهر 6 و7. بتبقى الناس بقى بدأت تقل عشان الدروس والناس بتروح في شهر 7 عشان ده عز الصيف قوي. وبالذات السنة دي الصيف كان في شهر 7. شهر 7 ده كان الجو حر حر قوي، فأغلب الناس راحت في شهر 7. أما شهر 8 تحس إن الدنيا رايقة شوية. احنا كنا دايما بنطلع في شهر 7، بس الشهر ده رحنا في شهر 8 ده اول مرة. بس بصراحة بعد كده انا ما كنتش رايحة الا في شهر 8. الدنيا بتبقى هادية ومش زحمة، وبتعرفي تقعدي براحتك. اما شهر 7 ده بتلاقي الناس هناك، بصي ما بتلاقيش مكان، وتلاقي الزحمه، وبتفضلي تدوري على، ما كنتش عينيكي على اولادك، بتفضلي عينيكي في وسط راسك بسبب عيالك. كده فاهمين؟ زي ما انا بقول لكم، بصوا الجو الصبح بدري قوي قوي. يعني بقول لكم احنا كنا على البحر الساعه 5. يعني احنا نازلين من العماره كانت الساعه كام؟ 5 الا ربع. وبيننا وبين البحر ما فيش 10 دقايق، مش بعيد علينا، يعني هو 10 دقايق بالظبط. فكان الشط لسه فاضي خالص، حتى ما كانوش فتحوا الشمسيات عشان كانت لسه الشمس ما طلعتش. هنا دي الشمس بتروح وبتيجي. شفتوا فترة الشروق الصبح، بتبقى الشمس لسه ما طلعتش، اللي بتروح وبتغيب وبتيجي دي. كانت الساعة باين 6 ونص كده يعني. حتى انا مصوره لكم، بصوا جايبه لكم الغروب بتاع الشمس، الشروق بتاع الشمس. لسه الشمس ما طلعتش وما فيش حد على البحر كتير، يعني الدنيا روقان. وكانت الميه جميله بصراحه. يعني كان دول كانوا جنبنا، اللي انا بصورهم لكم دول كانوا قاعدين جنبنا. كانت واحده بعيالها وكده وجوزها وكده. اما انا ولادي، انا بنتي بس اللي نزلت، وجوزي انا ما كنتش نزلت اليوم ده. رغم ان اليوم ده كان اليوم ده الجو كان جميل قوي والله. ما فيش الا بنتي وجوزي بس اللي نزلوا، عشان بنتي الصغيره كانت عايزه تنزل. اما الكبيره لا، بنتي ملك ما بتحبش البحر، هي تحب تقعد بس ما تحبش تنزل في الميه. اليوم ده بس اللي احنا رحنا الصبح بدري قوي، وجينا تاني يوم رحنا العصر كده، برضو لما الشمس راحت. يعني انا ما زي ما انا قلت لكم انا ما بروحش والشمس طالعه، لان ما ينفعش الشمس انزل الميه والشمس تشوفني. وكان الجو بصراحه، يعني اللي عايز يروح على البحر لا يروح فتره الصبحيه قوي بدري قوي، يا يروح متأخر، ما يروحش في فترة الظهرية. يعني مثلا لو الساعة جت عليك 10 لحد الظهر ما تروحيش، عشان بتبقى في عز الحر والشمس بتبقى حامية مع المية المالحة، تلاقيك اسمرتي قوي، وكمان جسمك بتلاقيه بيهرش. فانا ما بحبش اروح الفتره دي، انا بحب اروح بدري قوي يا اخر النهار. كمان الجو بيبقى رايق والميه بتبقى رايقه، شايفين البحر. الميه بصراحه الموجه كانت بتطلع على الشط بصراحه. اللي يقولك الشواطئ هناك وحشه وكده، لا والله جميله بصراحه، والميه كانت هناك جميله والجو هادي. يعني بصوا انتوا شايفين الشواطئ اهون،
يعني انا ما بجيبلكوش حاجه من عندي. انتوا شايفين الشواطئ اهي. الجو رايق. يعني اقول لكم اكتر من كده ايه؟ رايق والجو جميل بصراحه والله العظيم. ولا زحمه ولا اي حاجه. شفتوا الهدوء؟ اللي عايز يقعد في هدوء والله يروح شهر 8. شهر 8 غير الاشهر خالص، والجو هناك كان جميل. يعني انا كنت لحد الساعه 9 هناك، والله ما كنت عايزه اقوم. كان الجو حلو، وهناك البحر كان المية بتاعته رايقة، ولا زحمة، المية معكرة ولا أي حاجة. بس اللي خلانا روحنا، أنا بنتي كانت معاها اللي هو الجردل اللي فيه بتاع البحر ده. مشي منها في المية، فهي مشيت تجري وراه. ف دناتا تجري وراها. هو الجردل بيمشي قدامها وهي بتمشي وراه. فاليوم ده كانت بنتي نزلت في حتة واطية، فما يعني شربت ميه كتير وفضلت تكح وعينها احمرت ودانها دخل فيها ميه. ورحت قايله قلت لجوزي يلا، لا يلا انا مش مكمله، انا هروح. عشان بنتي كانت عينها احمرت والميه اللي دخلت في ودانها وكده. فقلت له لا، يلا نمشي، عشان بسبب ان هي بنتي كانت ده الموقف اللي خلانا مشينا. يعني لولا هي حكايه الجردل اللي مشي منها في الميه ده، كنت هفضل قاعده والله. كان الجو جميل. هنا بقى كنت لميت حاجتنا وقلت له لا يلا نروح. كنت انا وروحت شطفتهم واتغدينا. وجينا اخر الليل بقى يعني على العصر كده. ما كانش العصر قوي، يعني بين المغرب والعصر. قلت لهم تعالوا ما اخرجكم، عشان هم كانوا عايزين يخرجوا بالنهار. انا كنت دايما بخرج من الساعه 7، على ما نشطف واغسل الهدوم ونتغدى، اروح خارجه بقى ايه على الساعه 8 9 كده. قالوا لي لا يا ماما عايزين نخرج بالنهار، يعني هم عايزين يمشوا في فتره النهار. فكنا دلوقتي قلت لهم خلاص تعالوا نروح نخرج. في مكان اسمه منتجع النخيل، كنا احنا عايزين نروح نسأل عليه ونروح نقعد فيه. فكنا احنا ماشيين كده بنسأل نشوفوا فين مكانه بالظبط. ورحنا بقى ماشيين على الكورنيش، لقيناه هو على الكورنيش بس قدام شويه، يعني تطولي شويه قدام كده، ولقيناه وهصور لكم فيه برضو. يعني اليوم ده احنا رحنا سألنا قبلها نعرف فين مكانه بالظبط، وتاني يوم رحنا. انا هصور لكم فيه، صورت لكم فيه، بس مش عارفه الفيديو بقى هينزل لكم بكره او بعده ان شاء الله. لان اللي انا بصوره وبقدر امنتجه واحمله بنزله بصراحه. لان باقة النت لما بعملها على التليفون ما بتحملش الفيديو بسرعة، بتاخد وقت. فان شاء الله الفيديو ينزل لكم بكره او بعده باذن الله. انا الفيديو ده هينزل النهارده او بكره، والتاني هينزل بعده على طول. بس يا رب الفيديوهات بتاعتي تكون بتعجبكم بقى وترفعوها لي. لو لسه ما شفتش قناتي يحط لي بقى اللايك، ولو اشترك في القناه عشان القناه تكبر بيكم كده ان شاء الله. هنا بقى كنا ماشيين على البحر وريجان كانت عايزه تلبس الباتيناج. فهي ما بتعرفش تمشي فيه بصراحه. على الشط، على بتاع الكورنيش كله بيمشي فيه، يعني كل الاطفال والكبار وكله يعني بيجربوا، في اللي متعلم وفي اللي بيجرب. فهنا بصراحه قالت ايه تعالوا البسه وامشي بيه شويه كده. فانا قلت لها لا انت بتعرفش تمشي فيها هيكسرك. لا لا البسهولي، لا مش عارفه، طب هجرب، طب مش عارفه ايه. بس اليوم ده والله بصراحه ضحكنا ضحك. يعني بص انا كنت من كتر الضحك كنت ماشيه وراها من كتر الضحك، ما كنتش قادره امسك نفسي، فروحت قعدت على على البتاع، في سور كده بنقعد عليه. بس بصراحه كان يوم جميل والله. انا ما رضيتش اطول لكم عليه عشان عمال وشها هي وجوزي بيجي فمسحت منه مقاطع كتير، وهي فضلت تقولي لا يا ماما ما تضحكمش عليا وكده، فمسحت مقاطع بصراحه. جينا بقى واحنا مروحين بالليل، رحنا جبنا فطير من عند الدمياطي. هو الدمياطي يعني مشهور قوي في دمياط، مشهور قوي في جمصة. يعني لو انتوا رحتوا هناك ده يعني اكتر حاجة هتقابلكم. رحنا هناك، رحنا جبنا هناك فطيرة. واحنا واقفين فبقول له لجوزي ايه انا عايزه اصوره. فبصراحة والله هم هناك الناس كلها، يعني شفتوا كل المجموعة اللي واقفة دي كلهم ذوق والله العظيم بجد. كلهم قالوا لي تعالي، طب تعالي خشي وصوري ومش عارفه ايه، وكلهم كانوا عايزين اصورهم. بس بصراحه انا انكسفت عشان كانوا كلهم رجاله وكانوا عيالي معايا كمان، واللي هناك زحمه. فقالوا لي تعالي ومش عارفه ايه. فوقفت كده انا في جنب وصورتهم، وبقيت الفيديو خليت جوزي هو اللي دخل جوه كده وصورهم. بس ان هم ذوق والله بصراحه، والفطير عندهم جميل، والاسعار بتاعتهم حلوه، وعندهم فطير بالسكر، وفطير باللحوم، وفطير بساده.
وفطير بالكاستر، في عندهم فطير بالسكر، في عندهم حاجات كتير قوي. يعني انتوا لو رحتوا وهناك برضو شاورما وكريبات وفول وطعمية، هو كله شامل كله مع بعضه. يعني انت لو رحتي في كل حاجة اللي انت عايزة عند الدمياطي ده. بس احنا كنا احنا بصراحة هناخد فطير، مش هناخد. كنا طالبين فطير، ما كناش واخدين عشاء بصراحة. واحنا مروحين عشان احنا كنا عايزين ناكل حاجة حلوة، مش عايزين ناكل، مش هنتعشى. لان كان عندي اصلا عشاء وكده، وعيالي قالوا لي ماما احنا عايزين ناكل حاجة تكون حلوة مسكرة، يعني مش عشاء. فوقفت صورتهم بصراحة، والله هم ناس ذوق. مش من الناس مثلا اللي تيجي تصوري عندهم لا لا مش عارفه ايه. في السوق برضو في ناس كده ما بيرضوش يخلوك تصوريهم، اما دول والله بصراحه كلهم كانوا عايزين يتصوروا. ما تعرفيش ليه. كله بقى يقول لك كله بقى يقول لك تعالي صورينا تعالي صورونا. انا صورت لكم المحل من بره، هو عنده كفته ومشاوي وحاجات من دي، وزي ما قلت لكم عنده كل حاجه. هو ده شكل المحل من بره، وان شاء الله الفيديو يعجبكم، استنوني الفيديو